تمام. والجناح التاني برضو من جناحات إقامة الحضارة هو جناح الفن. الفن لا يقل أهمية عن العلم، لكنه يعني درجة أقل، حاجة بسيطة. بس الفن دي حاجة مهمة جدا، دي القوة الناعمة بتاعت البلد بتاعتك. الفن هو القوة الناعمة بتاعت البلد بتاعتك. تمام. فكون يعني مثلا مصر احنا مصر كدولة، كمصر مثلا كدولة فنية، فيها فن، فيها دراما، فيها موسيقى، فيها تاريخ، فيها حضارة، فيها كل حاجة، فيها قوة ناعمة قوية جدا. لكن ايه اللي حصل لما الافلام المصريه انتشرت في الخليج وفي العالم العربي وفي شمال افريقيا، في تونس والمغرب والجزائر؟ الافلام العربيه والمصريه، الافلام المصريه خلت اللهجه المصريه تنتشر بطريقه فظيعه. بقت هي اكتر لهجه واسهل لهجه على مستوى العالم العربي. وبالتالي خلى 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 يعني اللهجه المصريه دي ايه؟ بقوه ناعمه. ليه؟ انت لما انت كراجل مصري مثلا تيجي تتكلم مع واحد سعودي او راجل خليجي او كده، يعني في كده ايه سلاسه في التعامل. ليه؟ اللهجه بتبسط الدنيا. اللهجه اللي معموله في الافلام دي، حتى اللهجه دي بشكل عام كمان لهجه ايه؟ لهجه يعني اللهجه بشكل عام دي من احد القوى الناعمه الرهيبه جدا اللي خلت التلفزيون المصري والانتاج المصري بشكل عام، الفن يزداد وينتشر يعني على رقعه واسعه جدا. خلت ايه العالم العربي كله يفهم اللهجه المصريه. بينما لو احنا عملنا مثلا فيلم جزائري او فيلم او مسلسل مغربي او مسلسل سعودي او مسلسل عراقي، هنلاقي نفسنا ايه؟ اللهجه بتاعتهم كلهم لهجه ايه؟ طبعا لكم كل احترام وتقدير، بس لهجتكم صعبه شويه بالنسبه لنا، فاحنا مش هنفهمها قوي. بينما اللهجه المصريه فيها الفه، فده خلى قوه الناعمه المصريه زي كده بالظبط. امريكا مثلا، نتكلم عن امريكا برضو كمثال، نتكلم عن مصر كمثال في العالم العربي، نتكلم عن امريكا كمثال في العالم الغربي.